لقيت ايه يعني الناس كمسؤولين النادي الاهلي بصراحه يعني على مدار فترات كتيره قوي تلاقي ناس تطلع تهاجمهم، وتلاقي ناس تطلع تقول فيهم العبر، وناس تطلع تتجاوز في حقهم. واللي ممكن يكون بيضايق شويه شريحه كبيره من جماهير النادي الاهلي هو عدم الرد على الاتهامات اللي بتوجه للمسؤولين في النادي الاهلي او البعض من هم يمثلون النادي الاهلي. وانا بشوف ان في ناس ذاطت في الهجوم على النادي الاهلي بمسؤوليه عشان ما بيلاقوش رد من النادي الاهلي، ودي حاجه ترجع للاهلي وترجع لمسؤوليه. هم الناس شايفين ان هم ليهم طرق معينه بياخدوا بيها حقهم، وحاجه تحترم جدا بالمناسبه، حاجه تحترم جدا. لكن في ناس حبت ان هي ايه، لا عادي خلاص هو الاهلي ده ما بيعملش حاجه، مفيش حد بيطلع يرد عليا ومش عارف ايه. وللاسف الشديد على مدار الفتره اللي فاتت كلها ما حدش كان بيطلع يجيب حق النادي الاهلي. انا مش بقول لك ان انا هجيب حق النادي الاهلي، لان انا مش منوط ان انا اجيب حق النادي الاهلي، والنادي الاهلي اكبر من اي حد ويعرف يجيب حقه، ده امر مؤكد، ده امر مؤكد. لكن اللي انا مش قادر افهمه الكابتن احمد حسام ميدو عايز ايه؟ يعني هو الراجل عايز ايه؟ الفتره الاخيره بالتحديد هو ما كانش كده يا جماعه، يعني هو ما كانش كده الفترة الأخيرة. وهو مثلا سواء متعدد المناصب، سواء كإعلامي كمتحدث رسمي باسم نادي الزمالك، ربما ده اللي بيبدو لينا يعني، أو كحتى عضو لجنة فنية داخل نادي الزمالك، ما اعرفش مستمر حتى هذه اللحظة ولا لا، برضه مش دي القصة. لكن في نفس الوقت بقى في تصرفات غريبة بتحصل وفي أوقات مختلفة، يعني الموضوع ما بقاش بقى ليه تفسير في أوقات مختلفة. فبالتالي فوجئت النهارده بهجومه، وده حظ ميدو السيء، حظ ميدو السيء ان هو طلع بيهاجم الكابتن اسامه حسني وهو زميل ملعب، واعتقد هم جيل واحد، اعتقد كده يعني كابتن اسامه حسني هو لعب في الوقت اللي كان بيلعب فيه ميدو، وميدو اعتزل قبليه رغم ان ميدو اصغر منه، وكابتن اسامه اعتزل بعديه، مش متذكر بالظبط. المهم يعني لعبوا في وقت واحد، زمايل الملعب يعني. لكن النهارده لقيت هجوم يعني غريب على الكابتن اسامه حسني، واخد بالك؟ تقول لي ايه يا جماعه؟ مهم يعني، واخد بالك؟ فهجوم غريب. طب ايه يا جماعه المبرر؟ مش لاقي حد يديني اجابه. طب ايه سبب الهجوم ده؟ مش لاقي حد يديني اجابه. لكن انت جاي مع واحد من ضمن الشخصيات اللي الناس بتشهد ليها بالاخلاق والادب والاحترام، وانا عمري ما سمعت اسامه حسني عنه اي مشكله، عمري ما سمعت مشكله عملها اسامه حسني، او ازمه عملها اسامه حسني، او خناقه عملها اسامه حسني مع مدرب مثلا، او خناقه مع لاعب، او خرجت من بقه العيبه، ما حصلتش. ونيجي نرجع نقول ايه سبب التعصب في مصر، وايه اللي مخلي فيه شحن ما بين جماهير النادي الاهلي والزمالك. مثل هذه التصريحات من اي جانب، من سواء ده او ده بقى، اي حد، لو في حد هنا بيتكلم او حد هنا بيتكلم، بس انا اللي بقول لك اللي شايفه دلوقتي. التصريحات من ميدو. الهجوم ده سببه ايه؟ الله اعلم، انا مش عارف. ربما لإلهاء فئة قليلة من جماهير نادي الزمالك ببعض الإخفاقات الأخيرة، على الرغم من إن الفرقة والله ماشية بشكل كويس. ما أعرفش ليه مش مركزين مع حاجة إيجابية زي كده كمسؤولين في النادي أو كمنتمين لنادي الزمالك. فأدي واحد. فوجئت برضو لقيت ميدو بيهاجم الأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي. هو شخص محترم ومهذب جدا، وشخص مخلص جدا لعمله، وبيقوم بدوره على اكمل وجه داخل النادي الاهلي. ممكن ميدو ما يكونش متعود على الاحترافيه دي او ما شافهاش قبل كده، ممكن. لكن ايه سبب الهجوم المفاجئ ده؟ جاي بتتكلم على اتنين من الشخصيات المحترمه جدا جدا داخل النادي. خلي بالك جمال جبر ده مع حفظ الالقاب يعني الجميع بقى يعني. ده واحد ليه 30 سنه تقريبا، 30 سنه تقريبا داخل النادي الاهلي في نفس منصبه. وخلي بالك بقى ده مر عليه عدد من مجالس الادارات. اعتقد لحق الكابتن صالح سليم يا جماعه، صححوا لي يعني، تمام؟ وايضا الكابتن حسن حمدي،
تمام، كان مدير اداره اعلام مع الكابتن حسن حمدي، مع المهندس محمود طاهر في فتره من الفترات، مع الكابتن محمود الخطيب. اذا الجميع بيشهد له بالكفاءه. اذا الجميع شايف في الراجل ده اخلاص وتفاني في العمل وثقه. وخلي بالك موضوع الثقه ده مش سهل، مش بسيط. فكون ان هو يبقى بقاله 30 سنه او ما يقرب من 30 سنه في اداره الاعلام بالنادي الاهلي وشخص قوي جدا داخل النادي الاهلي، اذا ده واحد عنده كفاءه عاليه قوي. اذا ده واحد شاطر جدا. اذا ده واحد معلوش مشاكل او ما فيهوش اي مشكله او ما فيش اي حاجه يعني تخليك تقول ايه لا ده لا تعالى نتكلم عليه مثلا، او تعالى نقول اصل ده كان ايه ولا ده بيعمل ايه ولا ده لكن عايز تتهمه سواء ده او اي شخصيه اخرى، اتهمه بحاجات حقيقيه. انا ضد يا جماعه ان يتم القاء التهم بدون اي سند حقيقي. نهايته احنا يا جماعه في مرحله فتنه ميدو. اللي بيحصل ده فتنه للاسف الشديد يا جماعه. تسخين الاجواء ده غلط، احنا اللي هننضر في الاخر. لكن مين يفهم؟ مين يبقى عنده الوعي؟ المصلحه العامه لازم تكون عارفها فين هي. هتطلع تتكلم عن الرياضه والاخلاق الرياضيه ازاي؟ وبقى بالمناسبه يا جماعه فاقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء، في مقوله كده يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه. فمن هنا هتطلع تتكلم ازاي على الاخلاق الرياضيه والقيم ومش عارف ايه الحاجات اللي بتتسم بيها دايما او المفروض تتسم بيها الرياضه. لكن احنا هنا لازم نخلق حاله من الشحن ما بين جماهير النادي الاهلي والزمالك، وده امر غير مقبول ومش هنقبله بالمره، وهنفضل نهاجم اي حاجه ليها علاقه بكده سواء من الناحيه دي او من الناحيه دي، عشان احنا نفسنا الرياضه المصريه تبقى في احسن حال، ونفسنا يبقى العلاقات كويسه. يا سيدي ما بقولكش يبقوا حبايب جماهير الاهلي والزمالك، بس يبقى في منافسه فقط، ما يبقاش في تعصب. لكن مثل هؤلاء الاشخاص هم من يغذون التعصب في الرياضه المصريه. اخر حاجه يا جماعه، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. تاني، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. شكرا على كده.